الآية اتقلبت بشكل غريب جدا. شوارعنا بقت أعدائنا، ما بقتش امتداد لينا. طبيعة الشوارع في مصر ليها كيفية وليها حيثية خاصة جدا، لأن هي مرتبطة بذكريات الناس ومرتبطة بجذور الناس وبالتالي بأصولهم. وده كل الناس، كل المصريين في كل بقاع مصر. الشوارع جزء أصيل من ثقافة الإنسان المصري، وده احنا نقدر نشوفه بسهولة يعني في تاريخ مصر عموما. أسماء الشوارع وأسماء الحارات أو أسماء المناطق بطل رئيسي من أبطال أكبر بل وأعظم الأحداث التاريخية اللي مرت في تاريخ مصر. إذن الشوارع مهمة، الشوارع صديقة للإنسان المصري وامتداد ليه. فلما تتحول الشوارع ان هي تبقى عدو للإنسان المصري، ده أمر غريب مش مفهوم خالص. اللي عايز أقوله إن سلوك المصريين مش غريب. لما تلاقي إنسان مصري في طريق هاي واي بيعدي الشارع، ده مش عشان هو راجل يعني مجنون، أنا آسف في اللفظ، لأ، علشان الشوارع في مصر لما تأسست من زمان جدا كانت حاطة في اعتباراتها جزئية إن هي صديقة للإنسان المصري. وده احنا نقدر نشوفه على فكرة في كل الشوارع اللي هي كانت رئيسية وشوارع كبرى في القاهرة، في اسكندرية، في المحافظات الرئيسية في مصر اللي هي فيها شوارع كبيرة. كان طبيعي جدا وعادي جدا انك تلاقي أسرة مصرية كاملة بتعدي الشارع، أسرة كاملة، وأب شايل بيبي وأم معاها أطفال وبيعدوا الشارع وما بيحصلهمش حاجة. ليه؟ لأن زي ما بقول كده الجزئية دي مهمة. اللي كان بيأسس الشوارع كان بيراعي إن الإنسان المصري هو بفطرته حر، هو بفطرته طليق، هو بفطرته محب للبيئة اللي حواليه، سواء في الشوارع، سواء في الحواري، سواء في أي حتة. الإنسان المصري فيه علاقة وثيقة ووطيدة ما بينه وما بين الحجر. إحنا أعظم ناس نحتنا الحجر، واللي عملناه على الحجارة موجود لغاية النهاردة ولا يمحوه الزمن.